أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحمم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون الحنث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. وسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فالسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو كل يقين. وسبح باسم ربك العظيم. اللهم اصل وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإقدار، ونسترزق طالبي رزقك ونستعظم شرار خلقك، ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا، وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمن. اللهم كما سد وجوهنا عن سجود لا لك فسن الحاجة لا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة على من وأسلافنا الصالحون وعلمنا والحبيب علي الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين. أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة. أن الله يغفر لوالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم، خصوصا على الحبيب علي الهبشي صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه، ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعين. أنا غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد صل وسلم وصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك من رب السماء. السلام عليك دائم بلا انقضاء. السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك أحمد يا حليك يا مسكي وطيب
واخلع الكونين عنك سواك رب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي سيد السادات من مضري قب مولى العرب والعجم سيد السادات من مضري غوث أهل البدو والأضر صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي وبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق سرى أسرى طاهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الوهي برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فارسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم شهادته والغيوب صلى الله عليه فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه الحمد الذي لا
تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. تسقط بها في الصدور من الإيمان قواعد وتنوم على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه. عبد أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفر سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقربه صلى الله عليه وتفيأوا ظلال. فلما تألقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه. نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين آوي لوصف الكمال المطلق والحزن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأسلاب الكريمة والبطون فما من سلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. وهو القمر التام الذي يتنقل ببروجه ليتشرف بموت استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. وكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى فرد بعالم الشهادة بشرا لك البشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار الزهور وبهارا وتعلق من هذه الحروف بأن يركب في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. كانت الألسن
تبي بعشر معشار أوصاف بذلك الموصوف تشريفا للتابعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه إلا فأن لا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن أنت لا تدري لما حبيت من شرف الأخ مخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت رايات في القول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين هذه الحضرة الكريمة ولا عد التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين ويدخلني بشفاعة هذا النبي الشافع آمين تروحني بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
كفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء يا صاحب القبة الحضراء الله الله هل علينا بالنظرات يا صاحب القبة الحضراء هل علينا بالنظرات يزلنا يا أبا الزهراء واعطي لكل محب منى المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وقد آن القلب أن يخط ما هرقت فيه الأنامل صلى الله عليه صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه يصم الشمائل وحنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار صلى الله وقد بلغنا عليه في الأحاديث المشهورة صلى الله أن عليه أول شيء خلق الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله عليه خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى وقد الله أخرج عبد عليه الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى قال رسول الله الله صلى الله عليه عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه بأنه أول الخلق وجودا وأشرف مولودا صلى الله عليه كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب بطن وانشرفت من العالمين فتلقى هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام وصل يد العلم القديم إلى من خصت بالتكريم أبيه الكريم صلى الله عليه العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقى سلطان الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه بمعونة الله محافظة على هك هذه الدرة وصونها فحملت كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه علما ولا عللا صلى الله عليه من حمله
وأقرب وقت بروزي إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجده السميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومنذ لقلبي هذه الدرة المكنونة صلى الله عليه والكون كله يمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه إشراق هذا السراج صلى الله عليه متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه لقريش نطق بفصيح العبارة صلى الله عليه بشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه السماوات متضمحة بذل الفرح بملاقات أشرف البرية صلى الله عليه على الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه بهجة كريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب على السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وفد الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. حضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ومولانا محمد. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول
سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاقربوا يا أهل المثاني فهزار اليوم غرد واستضيئوا بجمال يا رسول الله فقفي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا طاعا جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لربي كل حمد جل يحسره العد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا اللهم صل عليه. رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهج السبيل مرحبا مرحبا كيده نسعد ونور الله شاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا بجوار خير مقعد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين الله مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صل عليه وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من متن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء صلى الله عليه. إلى أن له شرفا على مجده والسماء. صلى الله عليه. مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوعا سرا صلى الله عليه. ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة ومع بروز إلى هذا العالم ظهر من العجائب ويدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه ففضأ له ما بين المشرق والمغرب صلى الله عليه. كسور الروم قالت ثم البست وأنجت فلم أنشب أن غشتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني صلى الله فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي قال إلى المغرب صلى الله عليه. وأسفر ذلك أني ثم عودني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري صلى الله فسمعت عليه. قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق صلى الله عليه. قال فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفي عند مولاه صلى الله عليه. يأتي في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه. ولا تصفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطول الأوراق. صلى الله كان صلى الله عليه عليه. وسلم أحسن اللهم صل الناس وسلم عليه. خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم كريم الأخلاق الأخلاق سبقا. صلى الله عليه. بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه. السهل واللحد المهتوي على المعنى الجزل صلى الله إذا دعا عليه. المسكين وأجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة صلى الله ولولا عليه. سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأبقياء بين البرية صلى الله ومن عليه. تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله وهو صلى الله عليه عليه وسلم جامع اللهم صل الصفات وسلم الكمالية والمنفرد بخلقه وخلق بأشرف خصوصية فما من هلك في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. صلى الله أجمل في وصف عليه. الحبيب وشأنه والعلا في مجده ومكانه صلى الله عليه. تعالى مجدها أخذت على مجلسها بعلانه صلى الله عليه. في تدوين ما أفاد العلم من وقع مولد النبي الكريم صلى الله عليه. ما أكرم الله
الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله فأسلم عليه. لي أن أمسك إنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك الختم كما يحسن التقديم فعلي أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Faslun wa alayka rahimakallah bil ikthar min dzikrillah bil jinan wal lisan fi jami'il ana'i wal ahyan. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال سبحانه ذاما لمن نسي ذكره ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. وقال تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله. فلو لم يرد في الترغيب في ذكر الله إلا هذا الحديث لكان كافيا وافيا فكيف والآيات والأحاديث في فضله كثيرة شهيرة. فلو لم يكن من الآية إلا قوله تعالى فاذكروني أذكركم لكفى. وقد ورد في الحديث القدسي أنا جليس من ذكرني. وقال عليه الصلاة والسلام من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله تيرة ومن اضطجع مضطجعا لم يذكر الله فيه كانت عليه تيرة وما مشى أحد ممشى لم يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله تيرة. التيرة هنا التبعة وكيل الحسرة. وقال عليه الصلاة والسلام لن أذكر الله مع قوم بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها ولأن أذكر الله مع قوم بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها إلى آخر ما قال رضي الله أرضاه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه فصل وعليك رحمك الله بالإكثار من ذكر الله بالجنان والlisan fi jami'il ana wal ahyan. Hendaklah kalian wahai saudaraku rahimakallah, semoga engkau selalu mendapatkan kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bil ikthar dengan memperbanyak min dzikrillah, menyebut asma Allah,
mengingat kepada Allah bil janan dengan hati wal lisan dan lisan. Kapan? Fi jami'il ana wal ahyan, setiap keadaan dan setiap zaman. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menerangkan tentang ayat-ayat yang menyerukan kepada segenap hambanya yang beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, maka Allah menyebut di sini ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Banyak sebagian dari manusia tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika manusia berzikir kepada Allah, maka itu pertanda orang tadi itu adalah orang yang beriman dan orang yang benar-benar iman kepada Allah dan jauh daripada sifat munafik. Karena di antara sifat daripada orang-orang munafik, la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka jika saja menyebut nama Allah, menyebut hanya sedikit sekali. Itu pun karena manusia. Itu pun karena riya, karena ujub, karena sum'ah dan lain sebagainya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Kalau berupa amr, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka zikir di sini adalah merupakan kewajiban bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak, untuk selalu menyebut namanya, mengingatnya fi kulli ana wal ahyan, setiap keadaan dan setiap zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum. Apakah kalian mau aku tunjukkan, aku berikan kabar kepada kalian bi khairi a'malikum, dengan yang terbaik daripada amal-amal kalian. Di sini diterangkan ala unabbiukum, bukan ala ukhbirukum. Maknanya sama, pada maknanya. Akhbarah memberikan kabar, amba'ah memberikan berita. Cuma kekuatan berita jika menggunakan lafadz naba'ah, maka kualitas berita tersebut lebih kuat daripada lafadz khobar. Sehingga ulama mengatakan al-khobar kal-ghubar. Khobar neka pada beren beleduk, bisa jadi mungkin terjadi atau bisa tak terjadi. Ini kojak khobar. Nah, al-khobar kal-ghubar. Ketika lafadz unabbiukum, lafadz naba'ah, karena nabi pun yolok nabi dari lafadz naba'ah, isim fa'il daripada unabbiukum naba'ah. Nabiyun, seorang pembawa berita. Berarti mula kanjeng nabi sengi berberita, pasti kebenarannya, pasti bakal terjadi bila kabar neka bersumber dari Gusti Kanjeng. Maka nek kanto sebut ala unabbiukum bene ala ukhbirukum. Kala naba'ah lebih kuat daripada akhbarah. Maukah kalian aku berikan kabar kepada kalian tentang sesuatu amalan yang kamu jika melakukannya akan azkaha inda malikikum, paling cepat membersihkan dosa-dosa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'aha fi darajatikum, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairin lakum min infaqidz dzahab wal warik, dan lebih baik daripada berinfak emas dan harta. Wa khairin lakum antalqu aduwakum fatadribu a'nagahum wa yadribu a'nagakum. Lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh di medan peperangan, kemudian musuh tersebut menebas kamu sehingga kamu mati, atau kamu berhasil mengalahkan musuhmu sehingga musuhmu mati. Lebih bagus daripada matiin musuh, yakni berperang. Lebih bagus daripada medan peperangan. Lebih bagus daripada kedabun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu bala ya Rasulullah. Amalan apa nih cepet ngilangake dosa, paling metegi dekat derajat, paling mesemak dekat Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih bagus daripada infak dzahab wal warik. Lebih baik daripada berinfak emas wal warik ban obeng telu bangen. Mun makna warok yakni daun, tapi daun makna WC. Ya, sampean lebih bagus daripada berinfak emas ban obeng gelek. Napa nih? Qalu bala ya Rasulullah. Naam engki ka dinto ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam zikrullah. Pebanyak zikir dekat Gusti Allah. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillah
fihi kanat alaihi minallahi tirah. Barang siapa yang duduk di satu tempat duduk tidak disebutkan asma Allah, tidak mengingat Allah di satu kumpulan tersebut, kana alaihi minallahi tirah, maka itu akan dapat menyesal kepada manusia yang duduk yang tidak menyebut nama Allah. Walhamdulillah lengkine kaul panjenengan dari awal ngantos akhir put nyebut asmana Gusti Allah, put nyebut asmana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tirah qila al-hasrah, yakni penyesalan. Rugi mun bade orang toju keng di tempat toju tak nyebut asmana Gusti Allah. Jagongan ya pikopian menono pas bila dikira ya semangat cuma kopi majelis dina banyak toju keng cuma banyak lupa dekat Gusti Allah SWT. Nah toju sehingga ini kesibukal mengakibatkan penyesalan pagi nanti kiamat dengan rasanipun Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an adzkurullah ma'a qaumin ba'da salatil fajr ila tulu'i syams ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Aku berzikir kepada Allah beserta orang banyak kaum setelah salat subuh hingga keluar daripada matahari tersebut, sehingga keluar matahari, terbit matahari, ahabbu ilayya, maka itu akan sangat menyenangkan bagiku minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya. Wala an adzkurullah ma'a qaumin ba'da salatil asr ila an taghiba syams ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Dan aku berzikir kepada Allah beserta orang banyak kaum ba'da salatil asr, setelah salat asar, itu akan sangat menyenangkan bagiku dan aku sangat mencintainya minad dunya wa ma fiha. Artinya lebih berharga daripada dunia ben seesena orang saat zikir ba'da salatis subuh ba'da salatil asr. Maka dua waktu ini kecek sampai disia-siakan. Ba'da salatil fajr, ba'da salatis subuh, wa ba'da salatil asr. Karena bekto dua ini banyak bekto orang kelopai. Mare sopu banyak orang tedung, nya. Ba'da salatil asr tekes keng cuma tekes agelajer. Nya, tekes karena mari mandi. Cuma sayang agelajer benekan kuya tikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Neng sore neka ba'da salatil asr, neng kemis malam Jumat takdir lesan kaulu panjenengan untuk nyebut asmana Allah Subhanahu wa taala. Ya bakhtana wa ya bakhtukum, sungguh beruntung kita, dan mudah-mudahan ini dijadikan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ben matur moga tung situngannya maka oleh ban panjenengan mulai awal sampai akhir saya nyebut asmana Gusti Allah, tung situngannya mana sampai sebutin Gusti Allah. Saat solawat dari kaul panjenengan tung situng saat solawat, maka Nabi menjawab salam ban solawat kaula ban itu akidah ke Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selawat kanjeng Nabi tentunya lebih berharga daripada selawat manusia biasa kaul panjenengan. Rabbana anfa'na rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ضم الفكر من دراسة في المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل شيء فيه مشكورا وفعل فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعوذ ظافرة وعلى باب عزته تهد الرحل فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومدار، قاسم إمدادك في عبادك وساق قرش إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص،
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضر اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا، وذلولا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمن، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر وولاه وظاهر، وعم ببركاته وشريف جاته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منصورة، ومع الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورا، واكشف اللهم كربة المكروب، واقض دين المدين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك وناس على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي العرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل في طاعتك وصدق في حكمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.